بوادر خلاف عائلي بين هنا الزاهد وأسرة زوجها. هنا الزاهد ألغت متابعة كريم فهمي وزوجته، واللي عملوا نفس الحاجة هم كمان، وعملوا لها أنفولو على انستجرام، لكن لسه عاملين فولو لإخواتها نور وفرح، والجمهور بيسأل إيه حقيقة الموضوع. في الساعات اللي فاتت انتشرت أخبار عن وجود خلاف عائلي كبير بين هنا الزاهد وأسرة زوجها الفنان أحمد فهمي، وتحديدا أخوه كريم فهمي وزوجته دانيال بناوي، خاصة بعد ما هنا عملت لهم أنفولو، وهما كمان ردوا عليها بأنفولو من حساباتهم على انستجرام. لكن كريم وزوجته ما شالوش الفولو من حسابات إخواتها نور وفرح، والجدل المثار عن وجود خلافات عائلية بتهدد حياة هنا الزاهد الزوجية، خاصة بعد ما نشرت بوست كتبت فيه افعل ما هو جيد لصحتك النفسية. الكلام اللي ربطوا الناس والجمهور بإلغائها متابعة كريم ومراته، واتقال إن سبب الخلاف خناقة بين دنيا مرات كريم وهنا مرات أحمد انتهت ببلاغ، ولحد دلوقتي السبب الحقيقي مش معروف إذا كان في خلافات فعلا بينهم ولا لأ، لأن محدش خرج واتكلم عن الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر. مفيش غير تصريحات لمصادر مقربة منهم قالت إن كل اللي بينتشر كلام مش حقيقي ومالوش أي أساس من الصحة، والأسرتين علاقتهم ببعض كويسة جدا ومتواجدين مع بعض بصفة مستمرة. كمان أكد المصدر إن علاقة الأهل أكبر من المنشورات على السوشيال ميديا، ودايما المتابعين بيكتبوا حاجات ملهاش علاقة بالواقع، خاصة إن هنا ما عملتش أنفولو لجوزها أحمد فهمي، واللي بيدل على إن حتى لو في خلاف فممكن يكون مع دانيا مرات كريم زي ما هو منتشر. والغريب إن هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته دانيا دايما بيظهروا مع بعض كعيلة سعيدة، ودايما بيتكلموا عن بعض كويس، والمعروف ان هنا ودنيا صحاب جدا، وهنا دايما بتقول عن كريم احسن صديق وصاحب واخ في الدنيا، وهو كمان قال في اكتر من مقابلة انه بيحبها جدا ومبسوط ان اخوه اتجوزها. هنا الزاهد واحمد فهمي يعتبروا من اكتر الكابلز موجودين في الوسط الفني استقرارا في علاقتهم ببعض، برغم نجاحهم الكبير وحياتهم الخاصة بيحاولوا دايما يخلوها بعيدة عن السوشيال ميديا والجمهور. ومرة واحدة بس طلعت إشاعة بطلاقهم لما هنا الزاهد قبل سنتين كتبت على حسابها الحمد لله على كل شيء. وقتها الناس اتوقعت إنها انفصلت عن أحمد فهمي، وانتشرت أنباء كتير بتأكد الكلام ده، قبل ما أحمد نفسه يرد على الموضوع بطريقة طريفة، وكتب لها بوست على الكومنت وقال في إيه يا بنتي، هو احنا انفصلنا ولا حاجة؟ عشان ترد عليه هنا وتقول له يا ابني بقى. وبتستعد هنا وأحمد فهمي لعرض فيلمهم الجديد مستر اكس، واللي يعتبر التعاون الثالث ما بينهم والأول في السينما، واللي من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023. وعن مشاركتهم مع بعض في مستر اكس وجهت هنا الزاهد لأحمد فهمي رسالة قالت فيها أنا شهادتي مجروحة، بس عايزة أقول إن أحمد اشتغل على فيلم مستر اكس من أكتر من سنة، وتعب جدا في الكتابة من قبل ما يكون حتى في الفيلم، وكان دايما بيحكي لي عن تفاصيل الفيلم وهو متحمس، وكان لسه مكتوب على ورقة ربنا هيعوض تعبك ومجهودك وربنا يكرمنا على قد تعبنا فيه. وكملت وقالت اشتغلنا قبل كده مع بعض في مسلسل الواد سيد الشحات وربنا كرمنا فيه، ويا رب يكرمنا في أول فيلم مع بعض. ورد أحمد عليها وقال أنا مبسوط جدا إني اشتغلت معاكي يا حبيبتي، وإن شاء الله نكسر الدنيا زي كل الحاجات اللي اشتغلناها سوا، وانتي دايما إضافة قوية وكبيرة لأي عمل.